دي التومية، طبعا كلنا بنموت فيها وبنشتريها من بره غالية جدا، وعايزين نعرف هي بتتعمل معانا ازاي. انا هنا عملتها بحاجات بسيطة جدا في البيت. معايا هنا تلت كوباية نشا، عليها كوباية مية، دوبتهم بالبارد بالشكل ده كده. المهم ان انا ادوب النشا كويس جدا، ما اسيبش فيه اي كتل من تحت في الارضية، وهرفعهم على النار وايدي فيهم باستمرار لغاية ما يوصلوا معانا للقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ايدينا تقليب مستمر. مش هتاخد معانا 5 دقايق بالظبط على النار. بدأت هنا تغلي وبدأ القوام يتقل معانا. كده خلاص القوام تقل جدا معانا. هنبتدي ننزله من على النار. شايفين عامل ازاي؟ هنبتدي ننزله دلوقتي خلاص من على النار، وهنركنه على جنب لغاية ما يبرد تماما. مش هنستعمله الا وهو بارد. على بال ما تبرد الخلطة اللي احنا عملناها، معايا هنا 4 فصوص توم، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، معايا معلقتين مايونيز كبار او كيسين مايونيز، معايا معلقة ونص خل. والخل ده ممكن تزوديه اكتر لو انتي بتحبي المزازة بتاعت التومية زيادة شوية، بس انا اكتفيت بمعلقة ونص. طبعا هنضربهم كويس جدا في قلب الكبة، ولو عندك كبة صغيرة استعمليها عشان هتفرم لك الحاجة انعم. ده القوام اللي احنا وصلنا له. هنا خلاص كانت النشا بردت. هنبتدي بقى ننزل بالنشا على الخليط اللي احنا عملناه ده، وهنبتدي بقى نضربهم كويس جدا في الكبة لغاية ما ننعمهم كويس، والكتل اللي احنا بتاعت النشا دي تضيع خالص. هنا كان لسه فيه كتل شوية. هنزل بنص معلقة ملح صغيرة، وهضرب تاني ضربة خفيفة كده. كده خلاص احنا ضربناها ضربة تانية، وصلت معنا للقوام اللي احنا عايزينه. قوام كريمي متوسط، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. وده قوام التومية اللي احنا بنحبها جدا وبنشتريها من بره بمبالغ غالية. والله طلعت نفس الطعم اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط. يا رب تجربوها وتعجبكم، وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.